البطل النهاردة اللي هنتكلم عنه هو أحمد رمزي. رحل وهو بيتوضأ، وهنعرف النهاردة ليه ممشيش في جنازته إلا أحمد السقا، وهنعرف مين زوجاته، وهنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياته. خليكم معانا لآخر الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل. الفنان أحمد رمزي هو من مواليد 23 مارس عام 1930. هو من مواليد محافظة الإسكندرية. والده كان بيعمل طبيب، وكمان شقيقه كان اسمه حسن وبيشتغل كمان طبيب. والدته كانت اسكندرانية، وخسر والده أموال كتير جدا في البورصة، ووصل لأنه أصيب بأزمة قلبية ورحل وترك زوجته وأولاده. والتحق أحمد رمزي بكلية الطب بناء على أمنية والده اللي ملحقش إن هو يحققها، ورحل وتوفى. لكنه سرعان ما ترك كلية الطب ودخل كلية التجارة، لأنه بصراحة كده ملقاش نفسه في كلية الطب. أما بالنسبة عن أحمد رمزي وحبه للسينما والمغامرات، وكمان الحاجات اللي اتحكت عن أحمد رمزي، وفي نوادر كتير جدا وحاجات وحوارات عرفناها عن أحمد رمزي، إنه كان طفل شقي جدا إنه هو صغير، وكان متعلق بالسينما والأعمال السينمائية اللي كانت بتتعرض. كان بيحب جدا يجربها. ومن ضمن الحاجات اللي اتحكت عن الفنان أحمد رمزي، قالوا إن هو كان هيشنق نفسه وهو عنده 10 سنين، لما حب يقلد فيلم من أفلام رعاة البقر اللي كان بيتابعهم وهو طفل صغير. وراح على النيل ولقى كوخ صغير، وانتهز فرصة ان صاحب الكوخ ما كانش موجود، وحاول انه يجرب انه يشنق نفسه، لكن نجا من الموت بأعجوبة، بس بعد طبعا ما تعرض للخطر ورقبته اتجرحت. وارتبط الفنان أحمد رمزي بصداقة قوية جدا من داخل الوسط الفني، وكان صديقه المقرب الفنان عمر الشريف، لما كان بيلعبوا مع بعض بلياردو في نادي القاهرة. وكان عمر الشريف لسه ما اتشهرش، وكان لسه بأول حياته الفنية، وكان لسه صغير جدا. وكانوا الاتنين بيروحوا النادي، وشافهم المخرج حلمي حليم، وقال لأحمد رمزي، كان وقتها بيشتغل أو بيقرر إنه هيقدم فيلم أيامنا الحلوة، ولقى أحمد رمزي وشه وجه سينمائي يعني، فقال له إن هو بيبحث عن وجه جديد يشارك في الفيلم. وكان طبعا الفيلم ده أول فيلم هيظهر فيه أحمد رمزي. ولما عرض عليه وافق على طول، وبدأ ان هو يصور الفيلم معاهم، وبدأ رحلة النجومية، واتعرض عليه أدوار كتير من بعدها. وشارك أحمد رمزي كمان في الدراما التلفزيونية برصيد 3 مسلسلات، منهم هارب من الماضي، ووجه القمر، وحنين وحنان، وكان آخر ظهور ليه. أما عن القصة الغريبة اللي سمعناها كلنا وحبينا نعرف إيه تفاصيلها، إنه تسبب في طلاق مذيعة شهيرة، وكان الطلاق بسببه. الفنان أحمد رمزي كان ضيف في أحد الحلقات في نجمك المفضل. ده كان برنامج بتقدمه الإعلامية ليلى رستم، ولكن خلال الحوار لاحظت المذيعة وجود عدد من السلاسل برقبة الفنان أحمد رمزي، فسألته عن سبب إن هو ارتدى كل السلاسل دي ووضع فيها خرزة زرقاء. فسألته عن سبب وجود الخرزة الزرقاء دي، هو أجاب على طول أحمد رمزي وقال: المدام خايفة عليا من الحسد. فردت عليه الإعلامية وقالت: يختي عليه. وهو اللي حصل ده إن سبب الجملة إن زوجها غضب من مراته لما قالت يختي عليه، وتسبب في شجار ما بينهم، وانتهى الشجار ده بطلاق. أما عن حكاية انسحابه من الساحة الفنية، ففي عام 1978 قرر الفنان أحمد رمزي الانسحاب من الوسط الفني، لما لقى إنه بدأ ما يتعرضش عليه أي أفلام تقيم بمشواره الفني، وكمان نجمه بدأ يقل وشهرته بدأت تقل كمان.
ولقى نفسه انه هو مش هينفع يكمل في الوسط الفني، وقرر انه يشتغل في بناء السفن، وقام بالفعل ببناء سفينة عملاقة وقام ببيعها، وكمان حب يوسع شغله وقرر انه يقوم بالاقتراض من البنوك وياخد قرض علشان يوسع شغله. لكن حظه السيء واندلاع حرب الخليج خسر كل أمواله، واتصدرت المحكمة حكم بحبسه، فقام بالهروب من مصر هو وأسرته للخارج خوفا من الحكم عليه ويصدر ضده وكمان يتحبس. وبعد 10 سنين رجع تاني الفنان أحمد رمزي، وقدر ان هو يساوي اوضاعه المالية، وكاد افلس، فعاد بعد كده للفن بعد تدهور اوضاعه المادية، وشارك في عدد من الافلام، وشارك مع الفنانة يسرى في بطولة فيلم الوردة الحمراء، وشارك مع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر. وكمان الفنان أحمد رمزي قام ببعض الأعمال الفنية واختفى مرة تانية بعد التمثيل، نظرا لأنه لم يكن راضي عن عودته، حتى عاد صديقه عمر الشريف مرة تانية لشاشة التلفزيون من خلال مسلسل حنين وحنان. أما انتقالا لحياته الشخصية، فتزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات. الزيجة الأولى كانت من عطيات الدرمالي، والدة ابنته باكينام، وهي من أسرة استقراطية. والزيجة الثانية كانت من الراقصة نجوى فؤاد، لكنها لم تستمر سوى أسبوع واحد. وبعد الزواج من المحامية اليونانية كمان نيكول، وأنجب منها ابنته نائلة وابنه نواف اللي كان مصاب بإعاقة ذهنية. وكان نواف هو الابن الأقرب لقلب الفنان أحمد رمزي. وظل نواف يعاني بعد رحيل والده لمدة 6 سنوات، حتى رحل في إبريل عام 2018 في لندن بعد أن شعر بوحدة بعد رحيل والده. أما عن رحيل الفنان أحمد رمزي عن الساحة الفنية وعن الأضواء، اختار الساحل الشمالي بيكون مقر ليه قبل وفاته، وعاش في الفيلا الخاصة بيه هو ونائل ابنه. ويرحل عن عالمنا في 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر يناهز 82 عام، بعد أن اختل توازنه داخل حمام منزله أثناء قيامه بالوضوء واستعداده لصلاة الفجر. ولم يمشي في جنازته إلا الفنان أحمد السقا والفنان خالد صالح سليم ابن الكابتن صالح سليم. وبكده يكون رحل عن عالمنا الفنان أحمد رمزي. ولو عجبكم الفيديو اللي خلص دلوقتي، ياريت تدعموني بلايك ليه، وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد وحصري من القناة. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو القادم.